السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي مذاقات مغربيه. ان شاء الله اليوم غادي نعطيكم جوج ديال الاقتراحات اللي غادي ينفعوكم في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. كنديروهم في المجمد، كيصبروا معنا المده اللي هما اطول وكيسهلوا علينا العمل ديالنا اليومي. تبعوا الفيديو الى الاخير باش تشوفوا جميع المراحل، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد. ونبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو بالعجين ديال الكيش اللي عندي فيهم 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض اللي هي 400 غرام. عندي راس معلقه ديال خميره الخبز، غير راس معلقه ما تكثروش بزاف، معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال البزار غير باش نسمو، ومعلقه صغيره ديال المطرد، ونصف كاس ديال الزيت النباتيه اللي كنبسبسو بها هذاك الدقيق ديالنا مزيان حتى كيطرمل لينا. عاد كنزيدوه الماء. بالنسبه للماء غادي عندي هنايا نص كاس ديال الماء، ديما كنعمرو بالكاس ديال العنبه اللي هو عند الجميع، وكنزيد عليه ديك البيضه باش كيعمر ليا داك الكاس. كيف ما كتشوفوا ما عامرش، ما تكثروش الماء باش ما تجيكمش خفيفه العجين بزاف. كنزيد عليه واحد المعلقه صغيره ديال الخل غير باش كتحيد لي ديك السفوريه ديال البيض، وكنبقى كنجمعو غير بحال هكا، غير بالاطراف ديال يديكم، ما كدلكوهاش باش ما كتخسرش معاكم. يمكن لكم تضيفوا معلقه كبيره ديال الزعتر، انا استغنيت عليها غير حيت ما كانش عندي. يمكن لكم تضيفوا فيها الزعتر حتى هو كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين. هي غير ديك المعلقه ديال المطرد كتعطي صراحه واحد المذاق اللي زوين في الكيش ديالكم. انا هنا زدت تقريبا 2 معالق ديال الماء، غير حيت ما تجمعت لياش العجين. ما ديروش كيف ما قلت لكم الماء من الاول حتى كتشوفوا العجينه ديالكم راها خاصها الماء ولا لا، على حسب الدقيق ديالكم واش كيبغي الماء ولا لا. انا حيت هذه المره الدقيق النوعيه اللي خديتو مغايره على اللي مولفه كناخد، كان خاصني مازال نزيدو شويه ديال الماء باش كيتجمع. كيف ما شفتوا راه جمعتو صافي بحال هكا كيجي قاصح وما كتدلكوش. راه كتشوفوا العجينه كيفاش دايره، راه مازال ما مجموعاش، ما مدلوكاش، غير جمعتها بيديا وخليتها ترتاح لواحد المده اللي هي صغيره. انا غير على ما كان عندي شي حاجه اخرى خليتها كترتاح واحد المده ديال 2 دقائق حتى 3 ديال الدقائق، ورجعت ليها. ما تخليوهاش ترتاح بزاف حيت راه فيها الخميره باش ما تخمر لكمش، ولا يمكن لكم تخدموا بها مباشره. انا غير باش كتسهل عليا اني نطلقها بسهوله خليتها كترتاح واحد شويه على ما رجعت ليها. ما خليتهاش بزاف، غير من 2 حتى ل5 ديال الدقائق صافي. كنرجعها فوق سطح العمل وكنرش شويه ديال الدقيق، وكنبقى كنطلقها بحال هكا في الاول بحال غير طويتها باش كتقاد ليا العجينه، ما كيبقاوش دوك الجنيبات مشنتفين بحال هكاك. هي كنطويها كندير ليها بحال كطويو العجين ديالكم صافي، ومن بعد كتطلقوها مزيان. انا في الاخير غادي نوريكم السمك اللي خصكم ديروا به. هاد العجينه راه كتجي زوينه بلا زبده بلا حتى شي حاجه، كتصدق معكم اللي كيش من اول مره بلا ما ديروها لا في مجمد، ما تخليوها ترتاح لا والو، كتخدموا بها مباشره والعجينه ما كتهبطش وكتبقى كيف ما درتوها في الكيش، كتبقى كيف ما هي. غير تبعوا هاد الخطوات اللي عطيتكم، راه صراحه كتجي رائعه وكتعطي كميه اللي هي مهمه وكتصبر معاك في المجمد المده اللي هي اطول. صافي انا من بعد ما طلقتها كامله انا غادي نوريكم كيفاش خاصها تكون مرققه وما غليظاش بزاف بحال هكا صافي. ودهنوا سطح العمل باش ما تلصقش معكم العجينه من الاسفل وتخسر لكم اللي كتبغي تقطعوها. ديما كنجيب واحد القطعه اللي كبيره شويه على المول ديال الكيش باش كيسهل علينا ان نوزعوها في الكيش ديالنا وما تهبط ليناش. انا جبت هنا غير زلافه، يمكن لكم اي قطعه كانت عندكم، المهم انها تكون كبر من المول ديال الكيش ديالكم. صافي انا غادي نقطعهم كاملين وغادي نجيب المول ديال الكيش ديالي. ما غادي ندهنو لا بزيت ولا بزبده ولا حتى شي حاجه، غادي نخدم به مباشره. راه حيت هما داك الزيت اللي درنا فيها، غير داك نص كاس ديال الزيت اللي درنا فيها راه كيبقاو مزيانين. صافي هنا كيف ما قلت لكم انا نوريكم الطريقه باش انهم ما يهبطوش لكم في الفران. هي الطريقه اللي غادي نوريكم. كتبقاو كتضغطوا من الجوانب بحال هكا في الاول، ومن بعد كتبقاو كديروا واحد القريصات في الجنب ديال دوك الجوانب باش ديك العجين ما كترجعش وكتهبط لتحت. ضروري ما ديروا دوك القريصات كيف ما غادي نوريكم. انا غنوريهم لكم دابا بحال هكا، قرصوا بحال هكا باش ديك العجينه ما كتهبط لكمش لتحت. فاش كتبغي تهبط كتلقى ديك القريصات شادينهم لتحت ما كتبقاش كتهبط. بحال بهاد الطريقه هذه كونوا اكيدين راه ما غاديش تهبط لكم العجين ديال الكيش ديالكم نهائيا. غير جربوا هاد الطريقه. صافي ملي غادي نكمل سميتو ديالي كامل العجينه ديالي كاملين في ليكيش، كنحاول انني نعاود كنضغط بحال هكا غير باش كيعطيوني داك الشكل ديال الورده من الجوانب.
صافي. بالنسبة للعجينة اللي كتشات ليا بحال هكا ما بين التقطيعات، غير كنجمعها، ما كدلكوهاش، ما كديروهاش كويرة ولا شي حاجة بحال هكا، غير كتجمعوها، كديروا عجينة فوق عجينة وكتغطيوها بالبلاستيك حتى كتكملوا الكمية كاملة، وكترجعوا ليها وكتخدموا بها وكتعطيكم عاوتاني اللي كاينش وحدين اخرين راه ما كتضيعش لكم العجينة نهائيا في هاد العجين اللي عطيتكم، راه ما كترميو حتى شي حاجة، كلشي كتخدموا به. صافي هنا غادي نكمل كلشي بنفس الطريقة اللي وريتكم. كنضغط عليهم بحال هكا وكنضغط، كنقرص من دوك الجنيبات باش ما كتهبطلياش، وكنضغط في الجوانب باش كتعطيني داك الشكل ديال الوريضه. الا شفتوها كتلتصق لكم العجينه في اليد بحال هكا، الصبيعات ديالكم ديروا ليهم شويه ديال الدقيق وتبقاو تخدموا بهم، راه كتخدموا بسهوله، ما تخافوا من حتى شي حاجه. صافي هنا غادي نكملهم كاملين وغادي نتكوهم بالشوكه كاملين. في هذا الاثناء كنكون سخنت الفران ديالي على اعلى درجه من الاسفل ومن الاعلى، وكندخلهم الفران. بالنسبه للشوكات، الا شفتوا العجينه ديالكم الوسط رقيقه بزاف، ديروا غير 2 تكات وتكوا من الجوانب باش ما كيجيكمش غلاط بحال هكا. بحال هكا انا عندي العجينه هكا هي هذيك، كنتقبها كامله. الا شفتوا ديك الحديده كتبان لكم في العجين ديالكم، ديروا غير 2 تكات، ما تكوش بزاف باش ما كتجيكمش رقيقه بزاف. صافي هنا كملتهم كاملين، غادي ندخلهم للفرن في الوسط، وغادي نشعل ليهم من الاسفل ومن الاعلى لمده ديال 10 دقائق، وغتخرجوهم. ما تخليهمش يتحمروا بزاف، هي بحال هكا بحال كيتشمعوا لينا، وكنخرجوهم حيت ملي كنعمروهم مازال كيزيدوا كيطيبوا. صافي هنا راه كانوا كملت الكميه ديالتي كامله. صافي طابوا، راه كنوريكم كيتحيدوا بسهوله بلا ما كدهنوا المول ديالكم ولا حتى شي حاجه، كيتحيدوا بسهوله. غادي ندوزو ان شاء الله العجين المهرق اللي حتى هو ساهل وبسيط. عندي هنايا 8 ديال الكؤوس، هي 800 غرام من الكؤوس ديال الدقيق. عندي معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، ما تكثروش السكر حيت هي ما خصهاش تحمر دغيا، خصها تاخذ وقتها في الطياب. عندي 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخل. صافي وغادي نجمعهم بالماء اللي يكون بارد، الماء ما كيكونش سخون، غير من الصنبور. غادي هاد الكميه اللي عطيتكم ديال 8 ديال الكيسان الماء باش جمعتها، خدات ليا 2 كيسان ونصف ديال الماء اللي جمعت ليا العجين كامله. العجين حتى هي ما كندلكوهاش، كنجمعوها غير بالاطراف ديال اليد بحال هكا، وكنبقاو نضيفوا الماء غير بشويه بشويه. خصها العجين ديالكم تجي قاصحه، ما تجيش رطبه بحال هكا. كيف ما كتشوفوا راها غير مجموعه، ما مدلوكه ما حتى شي حاجه، وقاصحه ما كتلتصقش في اليدين، كنخدموها وهي قاصحه. صافي هنا غادي نديرها مباشره، غادي نطلقها، هي غادي تعذب بكم شي شويه حيت قاصحه، ولكن غير ديك بالمدلك راه غادي تخدموها ان شاء الله. دهنوا سطح العمل، الا بانت لكم كتلتصق لكم مع سطح العمل رشوه بالدقيق، ماشي دهنوه، نسيت، غترشوه بالدقيق. صافي انا كنرش وكنقلبها وكنعاود نرش سطح العمل، وكنبقى كنضغط عليها بداك المدلك مزيان حتى كتعطيني واحد المستطيل اللي هو متوسط، ماشي كبير بزاف، غير هو متوسط. راكم شفتوا العجين ما مجموعاش، راه باقي الطريفات ديال العجين فيهم بحال هكاك ما مدلوكينش، خليتهم بحال هكاك كنضربهم غير بالمدلك وتنخليوهم. صافي هنا الزبده ديال التوريق، ضروري من الزبده ديال التوريق. ديما الناس اللي كيسولونا واش نديرو بالزبده ديال البواطه، هاد العجين المورق ما كنخدموهاش بالزبده ديال البواطه، كنخدموها بالعجين بالزبده ديال التوريق. درتها ما بين 2 ديال البلاستيكات ودرتها حتى هي بالمدلك حتى عطاتني داك الشكل طولي بحال هكاك، باش كنخشيها وسط من العجين وكنخدم بها. كيف ما يمكن لكم تسرحوا العجين ديالكم كامله و تحكوها بالحكاكه الغليظه. انا كنفضل هاد الطريقه، كتجيني اسهل من انني نديرها بالحكاكه. صافي كنحاول انني نضغط بحال هكا وكنقلبها وكنطلقها مزيان حتى كتولي ليا رقيقه، ماشي بحال المره الاولى اللي طلقتها غير شويه حتى عطاتني الشكل المستطيل. هاد المره كنطلقها وهي رقيقه حتى كتولي رقيقه. صافي ملي غادي نطلقها كامله غادي نولي كنطويها. انا نتوما كيف ما كتشوفوا هنا راه ولات رقيقه حتى ديك الزبده راه ما كتخرجش، غير تسدوها مزيان بالجوانب ما كتخرج ما والو. كندير الطويه الاولى، ما كنديرش طويه فوق طويه، كندير طويه حدا طويه كيف ما وريتكم هكا، وكنضرب شويه بالمدلك هي باش كيشدوا ليا دوك الطبقات مع بعضياتهم. غير ضربه اللي هي خفيفه ماشي بزاف، غير ضغيطات اللي هما خفاف، وكنعاود عاوتاني كنطوي للجهه الثانيه. صافي كيف ما وريتكم، وغادي نحاول عاوتاني غادي نطلقها مزيان
حتى كتولي رقيقة عاوتاني. كنطلقوه على سطح العمل كامل، كترشوه شوية بالدقيق. الدقيق كترشوه به غير سطح العمل. ملي كتبغيو كتلقاو في العجين ديالكم شوية ديال الدقيق كتحيدوه بيديكم، أو كتاخدو شي شيته وكدهنوها بشوية ديال الماء وكتبقاو كترشوه غير رشات اللي هما خفافين باش كتحيدو داك الدقيق ديالكم. ضروري تحيدو الدقيق باش كتورق لكم العجين ديالكم، ما كيبقاش الدقيق لداخل ديال العجين. صافي هنا من بعد ما طلقتها مزيان كنعاود ندير نفس العملية، نجيب الطويات حدا بعضياتهم، ما كنديرش وحده فوق وحده، وكنضرب واحد الضربه اللي هي خفيفه بالمقلب، وكنعاود ندير الطويه الثانيه. ونفس العمليه غنديرها مره ثالثه. هاد العمليه كديروها 3 ديال المرات، ما كتدخلوها لا الثلاجه لا والو، كتخدموا بها مباشره. كطيو الاولى وكتعاودوا تسرحوها وكطيو الثانيه عادي. ما كتدخلوها للثلاجه، ما كتخليوها ترتاح لا حتى شي حاجه. دغيا دغيا كتوجد معكم بواحد السهوله، وكتبقى معكم بواحد المده اللي هي طويله في المجمد، وكتنفعكم بزاف صراحه. انا هاد العجين كتنفعني بزاف. صافي انا وريتها لكم كيفاش جات من الداخل، كتجي مورقه، كيجيو فيها دوك الطوبيات. انا غادي ندير معكم حتى الثانيه. انا خدمت كميه اللي هي كثيره، وكنديرهم في البلاستيك وكنخشيهم في المجمد. نهار كنبغيهم كنجبدهم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الليكيش وديال العجين المورق. صدقوني راه كيجيو رائعين. جربوا. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهم في المجمد، بالنسبه للكيش كتديروا بشحال يمكن لكم تخدموا في النهار 10 او 20. كتجمعوهم في بلاستيكه وحده وكتسدوا عليهم، اولا ديروهم في البواطات. انا من الاحسن البلاستيك باش ما كياخذش بلاصه اللي كبيره في المجمد. وكتخشيوهم في المجمد، ملي كتبغيوهم كتجبدوهم بواحد الساعه قبل وكتخدموا بهم. وبالنسبه للعجين المورق حتى هما كديروا باش غادي تخدموا، كدلوها في البلاستيك وكتخشيوها في المجمد. ملي كتبغيو تخدموها كتجبدوها واحد 2 سوايع حتى 3 سوايع من المجمد وكتخدموا بها، راه كتبقى كيف ما هي بحال خدمتوها ديك الساعه. ولا عندكم اي تساؤل خليولي في التعليق. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.